السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ندخل على الفيديو كده يا ريت تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. النهاردة هعمل ملوخية ناشفة ومسقعة. تمام، انا كان عندي بصراحة شوية شوربة من امبارح. قلت هعمل عليهم شوية ملوخية ومسقعة. قطعت الفلفل والبتنجان وغسلتهم وقطعت بطاطس وبحمرها في الزيت. تمام. هحمر برضو الفلفل والبتنجان. عندي هنا بقى صينية على النار اسيبها تسخن، وهحط فيها شوية زيت من بتاع القلي برضو من الطاسة اللي بقلي فيها. تمام كده. هحط في الزيت ده فصين توم. تمام، وهبتدي احمر في التوم شوية ياخد لون بس. هنا عقبال ما ياخد عقبال ما التوم ياخد لون، هضرب طماطم في الخلاط. تمام كده التوم كده تمام. نزلت بقى عليه بالطماطم. تمام كده، لو لسه ما حطيتيش اللايك حطي. تمام كده، هسيب بقى الطماطم تسبك شوية، مش عايزاها تتقل قوي برضو. وهحط الملح. تمام، ده الملح بتاعي كده. هسيبها بقى شوية. على العين التانية انا حاطة الحاجة بحمر في الحاجة، يعني الفلفل والبتنجان والبطاطس خلصت. حطيت بقى هنا على الطماطم شوية خل. الخل بيديها طعم جميل جدا. تمام، هسيبها بقى تغلي شوية مع نفسها عقبال ما احمر بقية الحاجة. هنا بقى كانت خلاص الطماطم خلصت وخلصت تحمير في الحاجة. قليتهم كلهم. هنزل بقى بيهم على الطماطم. تمام كده، هنزل بالحاجة كلها. ده الفلفل اهو، والبطاطس. وبعدين هنزل برضو بالبتنجان، كل الحاجة هنزل بيها مع بعض. تمام كده، ان شاء الله المسقعة دي هتعجبكم جدا. انا على طول بعمل بالطريقة دي. تمام كده، المسقعة خلصت خلاص. هشيلها بقى من على البوتاجاز. نعمل بقى الملوخية. عندي الشوربة انا بغليها. عندي هنا الملوخية ناشفة. انا بستعمل الملوخية دي جميلة جدا ونظيفة وحلوة قوي. تمام، انا حطيت الاول الملوخية على الشوربة كده. هقلبها بقى واشوف القوام اللي انا عايزاه. يعني اشوفها لو خفيفة هزود شوية ملوخية كمان. هنا لسه هزود تاني. كل ما احس ان هي خفيفة بزود عادي.
تمام كده. طبعا كل ما بتغلي كل ما بتتقل يعني. هنا هشيلها. حطيت بقى طاسة فيها توم وفيها حتة سمنة، وهحط الكزبرة الناشفة وهحمر فيهم شوية. تمام كده. هحمرهم بقى ياخدوا بس اللون حلو، لون ذهبي كده. تمام. هنا كده اخد اللون حلو. انا هنا بقى بشرط طماطمايه وهنزل بيها على الثوم. تمام كده. الطماطم بس احس ان هي بتتسبك شويه. تمام كده. هنا خلاص كده كانت اتسبكت. تمام. رجعت الملوخيه تاني على النار. بصوا السمك بتاعها. هحط بقى عليهم الثوم بالطماطم والكزبره. هنزل بيهم بقى على الملوخيه. تمام. ايه رأيكم في شكلها؟ كأنها ملوخية خضراء بصراحة يعني. كده هنا خلاص الملوخية بتاعتنا خلصت، والمسقعة كمان خلصت، وده الشكل النهائي للأكل. يا رب ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يا ريت تحطي اللايك، ولو مش مشتركة في القناة تشتركي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.